انا الاعلامي حمالات فيها، وده البوكس بتاع جوسبس. تاخد دلوقتي مع بعض. هل كتبنا اسمك صح حمالات فيها ولا هو حمالات فيسا؟ لو ركزت مع شخصيتي هتلاقيني انفع الاثنين، يعني حمالات فيها او حمالات فيسا، فالاسهل على لسانك وقولوه مش ازمه. هل لما بعتنا لك دعوه البرنامج جيت على طول ولا كنت متردد في الاول؟ لا، انا اول ما بعتت لي الدعوه اتاكدت، بس في الاول انها مش دعوه اسلاميه، لان انا ادنى من كده بكتير. لما لقيتها دعوه البرنامج حواري، نعمل حوار مش حديث، لان اكدت على دي مع الاعداد برضو، لان زي بقول لك اقل انا دايما شايف يعني شعور الدنيا ده بيرضيني يعني. نعمل حوار، لا ما ترددتش ولا حاجه. ولادك اهم اتنين في حياتك وممكن تعمل اي حاجه عشانهم. انا ممكن اعمل اي حاجه عشان ولادي، بس انا اهم اتنين في حياتي القاهره والناس، بعد كده يجي اي حد بقى. صفه بتحاول تزرعها في ولادك طول الوقت وحريص عليها؟ مش في ولادي، انا بحاول ازرع الفتن عامه في ولادي او في غير ولادي. ولادي بقى بحاول اخليهم مختلفين دايما، يعني تحس ان العيل من دول طالع زرع شيطاني كده، ده شيء يعني يرضي جواه شيء انا مش فاهمه برضه. ليه قطعت بنتك الكبيرة فترة طويلة جدا ولحد دلوقتي متعرفش عن حاجة؟ بنتي كان مقدم لها شباب زي الورد، تامر وهيثم مانكي بلبل فادي ميشو، وهي سابت كل دول واتجوزت شاب اسمه مؤمن. فانا والدتها ما استحملناش يعني، وما بحبش اتكلم في الموضوع ده. ولادك عمر وعلي عندهم 10 سنين. لا، انا ولادي اسمهم موري ولولي، مش عاوز افتكر اني كنت طايش زمان وسميتهم عمر وعلي، لان زي بقول لك احنا اقل من كده بكتير قوي قوي يعني، ربنا يهديني. عندهم 10 سنين يعني تقريبا في 5 ابتدائي، المفروض يبقوا في جريد 5، بس انا لما لقيتهم من صغرهم مهتمين بمذاكرتهم وعايزين يسيبوا علم ينتفعوا بيه خرجتهم من الدراسه خالص. ما حدش عندي كده. ايه الرياضه اللي بيلعبوها ولادك موري ولولي؟ ولادي بيلعبوا كل الرياضات ما عدا السباحه والرمايه وركوب الخيل، بيلعبوا كل اللي يخطر في ذهنك بقى بعد كده. اشطر رياضه متميزين فيها كره الكفر. لا مش كره القدم، يعني لو مكسم ما بنزلهمش تمرين، لازم كوره كفر. وهيحققوا حاجه فيها انا واثق يعني ولادي. اصعب موقف مريت بيه مع عمر وعلي وحلته ازاي، واكتر الصعوبات اللي واجهتك في تربيتهم؟ انا منبه على ولادي وزوجتي 100 مره ان يعني انا دخلت عليهم مره لقيتهم بيروقوا الاوضه، وانا قايل بقى ان النظافه من الايمان، النظافه من الايمان. اول ما شفت المنظر صعقت، كنت هعديها لحد ما غلطوا فيا بقى. يعني انا دخلت لقيتهم بيروقوا الاوضه، قلت لهم بتعملوا ايه يا جماعه؟ قالوا لي بس يا عبيط ابو حمالات. قلت لهم لا انا بتكلم بجد. قالوا لي لا يا شيخ. فاول ما ولادي قالوا لي يا شيخ، وانا حقيقي اقل من كده بكتير قوي، اتضايقت جدا يعني، ما استحملتش. ما زعقتلهمش طيب او حاجه؟ زعقت طبعا جدا وقلبت الدنيا. هل ولادك راضيين بالتربيه القاسيه اللي انت بتربيها؟ هل انا في التربيه ما بهزرش يعني، انا اللي جوه كافر. محدش عندي في البيت ده لقمه بقالهم 8 سنين. العمل عباده، زوجتي جالها اوفرات بملايين الدولارات، لا مفيش الحته دي، كفايه انا. الحته دي في حاجات كده انا ما بهزرش فيها، سواء يعني في بيتي انا راجل محرص جدا طول الوقت ان انا اخلي بالي يعني. بس خلاص كده الاسئله خلصت. انا بشكركم جدا واستمتعت جدا معاكم، يعني يا رب الناس تتبسط بالحلقه. شكرا.